لو نفسك تبقى راجل الفا ميل وكل الناس تعمل لك 1000 حساب ولما يشوفوك في الشارع يدولك تعظيم سلام، ولو عايز البنات هم اللي يجروا وراك ويخشوا يكتبوا لك على الانستجرام هاي ممكن نتعرف، لو عايز تبقى الراجل الكاريزما الهيبه اللي الكلمه كلمته، لو عايز تبقى كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين، طبعا يا سيدي يا بختك ما انت اللي زيك مين، يبقى لازم ولا بد وحتما ترفع لك ريد باللايه. طبعا ده الدلع بتاعه، انت لازم تاخد الحبايه الحمراء، ولو هتتفرج على الفيديو ده يبقى محتاج تصف شريط لان الحبايه مش هتعمل معاك حاجه. اللهم بلغت اللهم فاشهد. بعد حب اختي ولمده 5 سنين سابتني ورحت لصاحبي. انا تعبت والله مش قادر اكمل حياتي من غيرها، وكنت تقول لي على حاجه اعملها. كل اللي عاوزك تعمله انك تسترجل، تعرف تسترجل. ازيكم يا جماعه، وحشتوني. الحقيقه ان وانا شغال على الفيديو اللي فات بتاع النسويه اكتشفت حاجات كتيره جدا، ومن اهم الحاجات اللي انا اكتشفتها هي مجتمع الريد بيل، والمجتمع ده هو النقيض الاخر لمجتمع الفيمينيزم. وبصراحه ما كنتش ناوي اتكلم عن الموضوع ده لحد ما لقيت محتوى الريد بيل ده منتشر عندنا هنا في الوطن العربي، والموضوع مش مجرد ان هو بيعلمك ازاي تطور من نفسك او ازاي تخلي شكلك حلو او ازاي تبقى كاريزما والبنات تجري وراك وازاي توقع البنت في حبك زي ما مكاوي بيعمل. الموضوع اكبر من كده بكتير، فعشان ما نطولش اكتر من كده يا ريت تقوم تعمل لنا كوبايتين شاي وتيجي نشوف ايه موضوع الريد بيل ده، وبالمره في سكتنا هنجيب واحد من الناس اللي بيعملوا المحتوى ده يعني نفهم بس بيقولوا ايه. يعني الراجل بيعلم الناس يكونوا رجاله ازاي، وبيعدل وبيتريق على المشايخ بتاعتنا وبيقول عليهم شيوخ النسوان ومش عارف ايه، فاكيد هنستفيد يعني. فالمهم لو انت لسه جديد معانا في القناه اهلا بيك، معاك يوسف هاني ابو جو، شاب عادي وعاصي ولكن بحاول استغل الكوميديا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنهارده هنتكلم عن الرجوله المزيفه، ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على اشرف الخلق عليه افضل الصلاه والسلام، وادعي لاخواتنا ربنا يا رب ينصرهم ويقويهم ويرحم شهيدهم. ولو انت لسه ما صليتش المغرب او العشاء او اي فرض من فروض ربنا قوم صلي، لان طبعا مش محتاج اقول لك ان الصلاه دي اهم مني ومن الفيديو بتاعي ومن اي حاجه انت بتعملها في حياتك عامه، فبطل كسل وقوم صلي. ولو انت مصلي يلا بينا نبدا الفيديو. الريد بيل مصطلح مأخوذ من فيلم تم إنتاجه سنة 1999 لما الأخ فيروس كان بيخير البطل ما بين خيارين، ياخد الريد بيل اللي هتخليه يعيش الواقع ويشوف الحقيقة المرة، ولا ياخد البلو بيل ويفضل عايش في الوهم والراحة الكدابة. ومصطلح الريد بيل ده دخل الإنترنت وبقى مشهور جدا في مجتمعات الرجالة. الريد بيل بدأ كمفهوم في المنتديات الأمريكية في بداية الألفينات، وكان الهدف منه هو تفوق الرجالة على الوهم اللي زرعته فيهم النسوية والإعلام والمجتمع. طبعا لو انت شفت الفيديو اللي فات هتعرف ان النسوية بدأت تسيطر على المجتمع الغربي مع ظهور السوشيال ميديا، وطبعا ده السبب الرئيسي لظهور مفهوم الريد بيل، واللي تطور مع الوقت وبقى مجتمع كامل اسمه المانوسفير. والمانوسفير ده بقى جواه مجموعات كمان زي الالفا ميل والريد بيل والبلاك بيل، ولكن مش عايزين يعني احنا نخش في التفاصيل دي لانها حاجات مالهاش لازمه يعني مش هتفيدنا في حاجه. بس الكلام اللي كان بينتشر جوه المجموعات دي كان اغلبه عن المرأة او كله، يعني مش هتفرق فاهمني. دايما الكلام بيبقى عن ازاي تبقى رجل الفا، ازاي تخلي البنت تجري وراك، البنت بتحب الرجل الغني، البنات بيستغلوك بيلعبوا بمشاعرك مش عارف ايه. عارف انت نفس الكلام اللي الفيمينيستات بيقولوه على الرجاله هم بيقولوه بقى على الستات، فاهم؟ المهم احنا بقى عندنا ستات، او مش احنا يعني هم في المجتمع الغربي بقى عندهم ستات بتحارب الظلم اللي هم بيتعرضوا له من الرجاله ومن المجتمع بشكل عام، وفي نفس الوقت عندهم رجاله برضو بيحاربوا الظلم اللي هم بيتعرضوا له من الستات ومن المجتمع بشكل عام. يعني انتوا دلوقتي كلكم ضحايا، طب مين المجرم يعني مين المذنب في الموضوع ده؟ بس انا متفهم الوضع المأساوي اللي المجتمع الغربي وصل له، وده بسبب ان الناس دي عندهم الفساد unlimited. يعني دول بيصحوا من النوم بيفكروا هيعملوا ايه من الموبقات جديد لسه ما عملوهوش. الشيطان هناك عمل شيفت كارير بياكلها بالحلال دلوقتي خلاص الناس دي تفوقت عليه، هو مش محتاج يوسوس، فاهم؟ الناس دي مريحاه على الاخر يعني. بس لو هنتكلم بجد بقى فالناس دي ما عندهاش مرجعيه دينيه ولا حتى مرجعيه اخلاقيه توقفهم عند حدهم. الزنا مباح، الاجهاض مباح، المثليه مباحه، اتنين من نفس الجنس يتجوزوا، السوات، ست شايفه نفسها راجل المشكله، راجل شايف نفسه كلب عادي جدا، وغيرهم من الاجندات اللي هم بيصدروها لنا على هيئه افلام ومسلسلات والعاب وانمي واغاني. فالحقيقه ان الفيمينيزم هو مجتمع متطرف، والمانوسفير برضه مجتمع متطرف، والاتنين نشأوا في مجتمعات متطرفه، بل هم نشأوا اصلا علشان المجتمعات دي متطرفه وعندهم تمييز عنصري ضدهم، فدول ناس بتحارب التطرف بالتطرف. انا حاسس ان انا قلت كلمه تطرف في اخر دقيقه دي مثلا 20 مره، استخرج من الفيديو كام كلمه
التطرف انا ذكرتها لحد دلوقتي. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، احنا مالنا؟ يعني بجد والله يا جدعان، يعني احنا بقى كمجتمع عربي مسلم، احنا مالنا ومال الكلام ده؟ يعني دول ناس عندهم مشاكل، يعني ربنا بقى يتولاهم، تمام؟ احنا مالنا بقى ومالهم؟ احنا ليه بقى عندنا مؤيدين ومحبين للافكار المتطرفه بتاعت الناس دي؟ والاجابه بمنتهى البساطه هي ان المرجعيه الدينيه والاخلاقيه بتاعتنا بدات تتلاشى. يعني انت لو وقفت الناس في الشارع وسالتهم اركان الاسلام كام ركن، 90% منهم مش هيعرف. يعني انا مره سالت واحد معرفه كده، قلت له اركان الاسلام الخمسه كام ركن، قعد هنك شويه كده وبعد كده قال لي 3. فما واحد اصلا ما يكونش عارف ايه هم اركان الاسلام مستني منه انه ما يتاثرش بالافكار السامه اللي الناس دي بتنشرها؟ ما دي حاجه مش منطقيه. يعني انت مثلا ما ينفعش تجيب واحد عمره في حياته ما ركب عربيه قبل كده وتدي له مفتاح العربيه وتقول له اطلع بينا على الساحل، يعني ده مستحيل. يعني مستني ايه من واحد حافظ المهرجانات صم بس ما بيعرفش يقرا الفاتحه؟ مستني ايه من واحده مش مقتنعه بايه الحجاب؟ مستني ايه من واحد فاهم ان الرجوله هي انك تسقط البنطلون وتعمل شعرك مولت وتمسك سلاح؟ فانت لما تكون فاقد اساسيات الدين هيبقى سهل عليا جدا ان انا اغزوك فكريا، بل هخليك تاخدني قدوه وتفتخر انك بتقلدني، لان الناس اللي بره دول وصلوا للكوارث الاخلاقيه اللي هم فيها دلوقتي بسبب ان هم تجردوا من الدين ومن الاخلاق وبقى عندهم الحريه المطلقه انك تعمل اي حاجه. لو الميه الدافيه فجاه بقت بارده معاك، اعرف ان في حد غيرك بيستخدمها في الوقت ده، وانا هنا مش بتكلم عن الميه. لو دخلت تدور على المحتوى اللي ليه علاقه بالريد بيل على السوشيال ميديا هتلاقي 90% من فيديوهاتهم من نوع الرجل البيتا دايما بيبقى شايف البنت حلم بعيد، الرجل الالفا البنات كلها بتجري وراه. خلي بالك لو بتعمل ال3 حاجات دول تبقى البنات حطاك ستيب، 5 حاجات لو عملتهم البنات هتجري وراه. ازاي تكشف البنت اللي معاك على حقيقتها؟ لازم تكون انت المسيطر في علاقتك مع اي واحده تعرف. حرفيا 90% من الفيديوهات بتتكلم عن البنات، وال10% بقى بيتكلموا عن تطوير الذات وروح الجيم ومعرفش ايه والكلام ده. وفي الاول فعلا هتفتكر ان الناس دي بتوعيك وبتخليك تطور من نفسك، ولكن في الواقع انت بيتم تغذيتك على كراهية المرأة. هتكتشف انك بقيت انسان متكبر معقد بتكره الستات وشايف ان كلهم خاينين وكلهم كلاب فلوس وكلهم بياخدوا بالمظاهر. وطبعا الناس دي بتبيع لك فكرة انك لازم تكون حلو، لان طبعا انت لو مش حلو وكاريزما فانت كده اكسبايرد، يعني انت صلاحيتك منتهية يا معلم. اقرب تربة وادفن نفسك فيها، يا اما بقى تخش على رقم الواتس اللي في الديسكريبشن وتحجز استشارة عشان تتعلم تبقى بني ادم ازاي. فانا النهارده جايب لكم خير مثال لمحتوى الريد بيل. الراجل ده تحليل شخصيات تلاقي، قذف جبهات تلاقي، ردود على شيوخ تلاقي، جوكر بيلعب في اي مكان في الملعب، ده فالفيردي بتاع التيك توك. حلقه 30 شيوخ النسوان. اول حاجه مصطلح شيوخ النسوان مش مسبه خالص، لا هو عباره عن وصف. طبعا زي ما انتم عارفين يا جماعه في الفاظ مهينه ولكنها بوصف، يعني هي مش شتيمه ولا اهانه خالص. يعني زي ان انا مثلا اقول لك انت غبي، انا مش قصدي ان انا اشتمك، انا بوصفك انك شخص غبي. يعني طبعا ده اي كلام، يعني ده اي كلام بيتقال علشان بس ما يتقالش ان احنا قلالات الادب او بنتطاول والكلام ده. شيوخ النسوان هم الشيوخ اللي اختاروا انهم ياخدوا صف النسوان، سواء ده اجندات او دعم من حد او ارضاء لمتابعينهم لغالبيتهم ستات او سنبنه منهم حتى، او عشان خلفتهم بنات، او لاي سبب ايا كان، او حتى الاغراض ضنيئه والعياذ بالله، او حتى من نفسهم. المهم في النهايه ان النتيجه واحده، ارضاء النساء على حساب تضليل الرجال وتدجين الرجال. اهو المشايخ اللي هو بيتكلم عنهم دول، اللي هو بيدعي ان هم عايزين يرضوا الستات على حساب الرجاله ومش عارف ايه، الفيمينيستات وصناع المحتوى اللي هم بيدعموا الفيمينيستات بيتكلموا عليهم ان هم ضد المراه وان هم عايزين يأيدوا حريه المراه لما بيقعدوا يتكلموا عن الحجاب او يتكلموا عن اللبس والسهر بره ومش عارف ايه. بس هي الفكره كلها يا جماعه في ايه؟ ان كل واحد بيقص الحته اللي هتخدم افكاره ويتكلم عنها. فانا هجيب للشيخ ده زله لسان او حاجه مثلا هو قالها غلط، ولو ما لقيتش الحاجات دي اكيد مش هعطل، يعني الموضوع بسيط، هقص جزء من كلامه اقدر اشيطنه بيه وهاجمه براحتي. نبدا باول فيديو. اتفضل. خلونا نختصر الموضوع علشان الفيديو ما يطولش مننا. الموضوع باختصار ان المتصل صاحبه او قريبه لسه متجوز جديد وشك في مراته ان هي بتكلم واحد تاني، فسجل لها وتجسس عليها واكتشف ان هي فعلا على علاقه بشخص تاني. فالفتوى اللي الشيخ مصطفى العدوي قالها له هي فتوى خاصه بيه هو، يعني الفتوى ده يا جدعان مش عامه. يعني هو ما قالش ان احنا المفروض اي واحد مراته بتخونه يعمل كذا، هو مش بيعمم، هو بيدي الفتوى للحاله اللي معروضه عليه. انا بس حبيت اوضح قبل ما نسمع اي حاجه. واخدين بالكم لسه متجوزها، يعني عريس جديد ولسه متجوز جديد، متجوز واحده صاحبه ماضي وما زالت لسه بتكلم الشخص اللي من الماضي ده. الموضوع منتشر والاغلبيه عندهم ماضي، والاغلبيه من الرجال للاسف هتتغفل. ليه؟ لان اغلبيه البنات عندها ماضي واغلبيه الرجال خام. استنى بس، استنى بالله، يعني ايه؟ يعني ايه اغلبيه البنات عندها ماضي واغلبيه الرجاله خام؟ طب الماضي بتاع البنات ده يعني عملوه مع مين؟ جنس تالت، كائنات فضائيه يعني، ولا اي روبوتات؟ ولا يكونش انتوا عايشين في الماتريكس بجد والروبوتات متحكمه في العالم فعلا؟ ما اصل هي بالعقل، فاهمني؟ يعني طالما اغلبيه البنات عندهم
عندهم ماضي يبقى اكيد اغلبيه الرجاله عندهم ماضي. وبعدين ليه اغلبيه الرجاله هتتغفل؟ ما ممكن يتجوز واحده كويسه. اتنين متضادين مع بعض، وده بسبب ان في الزمن ده هم اللي بيتحكموا في العرض والطلب اكتر من اي زمن بسبب الاختلاط والسوشيال ميديا والسمبات اللي في كل حته اللي بيدوهم الاستحقاقيه الوهميه دي. هم بيتعرض عليهم كتير، انت ما بيتعرضش عليك خالص، انت اللي بتطلب بس، وانت للاسف ما بيتعرضش عليك ولا عمره هيتعرض عليك الا لو كنت وسيم او عندك هاله اجتماعيه كويسه. غير كده فرص اقبح بنت للدخول في اي علاقه اعلى من اوسم شاب. بنات عندهم سهوله الوصول لاي علاقه، وكمان بتختار وبتتشرط. القبيحه بتختار وبتتشرط اللي يصعب على الراجل الوسيم يتشرط بيه. ليه؟ لان هي عندها 100 عرض، هي عندها 100 سم. لكن انت لو جبت راجل وسيم هتلاقي بالكتير عليه 5 عروض. انا مش عارف ايه اللي وصلنا للسوبر ماركت وبقى فيه عروض وتخفيضات ومش عارف ايه، بس على فكره كلامه فيه حاجات كتيره صح. بس اللي انا عايز اقوله لك ان انت كراجل مسلم ما ينفعش اصلا تبقى بتدور على علاقات او انك تخش في علاقات وتصاحب بنات والكلام ده. ونفس الكلام للبنات، اي علاقه خارج اطار الزواج فهي علاقه محرمه. ما هم الاغلبيه بقى عندهم ماضي ليه؟ لان بقى في بيست فريند وزميلي في الشغل وصاحبي في الدرس، والتربيه دلوقتي بقت شبه منعدمه ومساحه الغلط بقت اكبر بكتير جدا من زمان. فانا دلوقتي راجل لما هاخد خطوه الجواز همشي بالنصيحه اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لي عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: مالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذات الدين دي يعني مش لازم تكون محفظة قرآن أو أبوها شيخ، بس واحدة بتصلي، مش متبرجة، لما بتقابل قرايبها الشباب مش بتسلم بقى كده وأصل احنا متربيين مع بعض، أبوها راجل عارف ربنا محترم. طب يا عم جو، ما في ناس من بره شكلهم متدين بس من جوه خلطبيطة بالصلصة. ما هو يا حبيب قلبي فترة الخطوبة مش معمولة علشان الهق والمق والخروجات والهدايا. فترة الخطوبة دي معمولة علشان تقيم الناس اللي انت رايح تاخد بنتهم دول، وتقيم البنت نفسها. يعني لو انت معزوم عندهم والعشاء أذنت مثلا، فانت قمت عشان تنزل المسجد تصلي، هل هم وقت الصلاة هيصلوا؟ ابوها هينزل معاك المسجد والام والبنت ولو في اخوات بنات تانيين هيصلوا؟ لما يكون في تجمع عائلي وولاد خالتها ولا ولاد عمتها موجودين، هل الدنيا صايحة على بعضها بتسلم وبتهزر والكلام ده ولا لا؟ وطبعا في حاجات كتير تانية زي انك تشوف شخصيتها عاملة ازاي، طباعها عاملة ازاي، هتنفعك ولا لا. دي فترة الخطوبة معمولة علشان تقيم الشخصية اللي قدامك دي هل هتنفع ولا لا. لكن ما تبقاش انت اصلا ما بتصليش، ما تعرفش حاجة عن الدين، وتروح لناس برضو نفس الكلام كده زي حالاتك، ومنتظر ان البنت اللي انت هتخطبها ولا هتتجوزها دي حافظة القرآن كله ودارسة فقه وشريعة ومقفلة كل كتب ابن تيمية. ما هو لو الاساس بايظ يا معلم ما تستغربش لما العمارة تقع. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أنا أقعد قاعدة ذكرها الله في كتابه ورسوله في سنته. قال الله تعالى: ولا تجسس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسس. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا طروقا يتخونهم يلتمس عثراته. هو غلب عنده الظن تجسس، هو بيبني الآن عاقبة أمره، ويدين الآن عاقبة. يعني هو بيجني عاقبه امره عشان تجسس؟ يعني لما هو راح يتجسس عليها ربنا بيعاقبه عشان تجسس فعشان كده خانته؟ ولا هو لما فتش وراها اكتشف ان هي بتخونه؟ لا، لما هو اللي راح فتش وراها اكتشف ان هي بتخونه، مش هو اللي تجسس عليها فكانت خيانتها ليه كرد فعل عشان هو تجسس. لا يعني ما هو احنا مش بالسذاجه دي، فاهم؟ يعني نشغل مخنا شويه. هو اكيد الشيخ مش مقصده ان ربنا عاقبه ان هو تجسس فخلى مراته تخونه، يعني ده كلام غريب. هو بيقول ان هو بيجني عاقبه امره ان هو لما تجسس اكتشف حاجه زعلته، اكتشف حاجه خلته تايه، مش عارف يتصرف ازاي، مش عارف يعمل ايه، مش عارف ياخد قرار، فهي دي عاقبه امره، مش ان هو تجسس فربنا عاقبه ان مراته تخونه. يعني ده كلام غير منطقي. ما تقوليش بيجني عاقبه امره، والا معنى كلامك بقى انه يعيش مغفل وبلاش يفتش وراها لا تطلع بتخونه، فيبقى كده بيجني عاقبه امره. معنى كده انك بتقول لكل راجل عيش مغفل احسن لك، والا هتجني عاقبه امرك. هو في ايه يا جدعان؟ هو مفيش حل وسط؟ يعني يا اما يتجسس يا اما يبقى مغفل، مفيش حاجه في النص. يعني هو ما ينفعش مثلا ياخد موبايلها يقلب فيه بعلمها، يكتشف بقى وقتها رقم الشخص اللي هي بتكلمه، او لو كان بعت لها رسائل على الواتساب فيحضر اهلها بقى ونبدا نشوف الدنيا ماشيه ازاي. وبعدين معلش يعني انت لو اخد واحده شاكك في سلوكها ما تتجوزهاش من الاول. ما هو انت ما تحاولش تقنعني ان في واحده قريبه من ربنا وبتخاف من ربنا هتعمل كده. فيا ابن الحلال عشان تتجنب كل الحاجات دي دور على المتدينه، دور على الدين اول حاجه، حط ده كده في الاولويه، وبعد كده بقى رتب بقى المال ولا الجمال ولا النسب والكلام ده كله. للاسف يا عزيز الرجل انت عند معظم الشيوخ مالكش حق في اي حاجه، الحقوق عندهم للستات بس، والراجل ما كانش بيتجسس، هو حس ان في شيء غلط فطبيعي عايز يعرف في ايه اللي بيحصل ده. وفي فرق بين التجسس وبين القوامه. انا بجد اول مره اشوف واحد كل كلمه بيطلعها من بقه محتاج ترد عليها. يعني الشيخ مصطفى اصلا لسه ما قالش الفتوى للراجل، وهو بيقول لك للاسف يا عزيزي انت عند معظم الشيوخ مالكش اي حقوق. يا اسطى هو انت ما بتشوفش الشيوخ دول بيعملوا فيديوهات قد ايه عن البنات، ولا انت مش عايش معانا على الكوكب؟ يعني الشيخ مصطفى العدوي اللي انت طالع كده بمنتهى البجاحه ترد عليه، ده راجل بيقول بوجوب النقاب، ده راجل بيقول لك ما تتجوزش واحده متبرجه اساسا. الشيخ مصطفى العدوي مشايخ الازهر
الازهر بيتعلموا منه، وهو اصلا مش خريج الازهر، هو مهندس. اسمع كلام الشيخ سمير مصطفى عن الشيخ مصطفى العدوي وانت هتعرف انك لازم تحترم نفسك وتتأدب وانت بتتكلم عن الراجل ده. وانا بتعجب من الشيخ مصطفى العدوي، تيجي له اسئله في الحديث يقول لك السند فيه ايه وحصل له ايه، وتلاقيه محدث. يجي له اسئله في التفسير تلاقيه بيفسر لك ويقول لك واشكاليه ده والمفسرين قالوا ايه. تيجي له اسئله في الفقه يقول لك خلاف المفسرين الواحد بيبقى قاعد كده يحس انه عشان خاطر انت توصل لدي يحس ان الشيخ بييأسك احيانا. هنوصل لايه؟ واللغه العربيه عنده لا تنخرم. انتوا عارفين الشيخ مصطفى العدوي معاه شهاده ايه؟ مهندس. في فرق بين التجسس وبين القوامه. يعني واحد حط جهاز تسجيل لمراته وسجل هي بتقول ايه، هل ده مش تجسس؟ يعني انت دي كده بالنسبه لك قوامه؟ وبعدين لو انت ما انتش فاهم الفرق ما بين التجسس والقوامه فدي مشكله عندك انت، محتاج بقى ان انت تخش تثقف نفسك، تقرا عن القوامه وتقرا عن التجسس وتفهم الفرق ما بينهم، بدل ما تتفرج على فيديوهات اندرو تيت وهو بيقصف جبهات البنات. ثقف نفسك شويه في الدين. قضيه الشيخ ده يبقى ما ينفعش بقى افتش تليفون ابني او افتش تليفون بنتي، ما هو لا تجسسوا بقى بالمنظور ده وبالمنطق ده. ما ينفعش اكون شاكك في سلوك ابني في الفتره الاخيره فاضطر ان انا اراقبه. ما ممكن لما اراقبه يطلع بيشرب سجاير ولا بيشرب حشيش ولا بيشرب مخدرات، يبقى انا كده جنيت عاقبه امري ولا لحقته؟ الاحسن ايه؟ طب انت عارف ان انت لو سالت السؤال ده للشيخ مصطفى العدوي نفسه هيقول لك انه يجوز انك تراقب اولادك لو انت شاكك في سلوكهم او خايف ان يكون ليهم صحاب فاسدين بيجروهم لسكه غلط. فالتجسس هنا طالما في مصلحه لاولادك ما فيهوش اي مشكله، لان انت عايز تقومهم، وكمان لان انت ولي امرهم وهتتحاسب على تربيتك ليهم. انما تجسس الزوجه على زوجها او العكس دي حاجه ربنا نهانا عنها، وفي احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بينهانا عنها. فانت ما تشغلش مخك علينا وتجيب مثال الاولاد وتقول لي بالمنطق بتاع الشيخ ده ان انا كده ما ينفعش اراقب اولادي. طب ما انا برضه ممكن اقول لك بالمنطق بتاعك ان انا عادي بقى اتجسس على اخويا او اتجسس على زميلي في الشغل او اتجسس على زميلتي في الكليه، وهجيب لك سبب منطقي اقنعك بيه انا بتجسس ليه على فكره عادي يعني. بس هي مش ماشيه كده، يعني هي مش ماشيه بمزاجي ولا بمزاجك، فاهم؟ ده دين، والدين بناخده من العلماء مش بنفسره على مزاجنا، مش بنطلع نهبد ونقول على التجسس انه قوامه، فاهم؟ لو بنهبد في المحتوى فده دين ما ينفعش نهبد فيه. في تراتبيه هرميه طبيعيه في الاسره بتدي صلاحيات للي في سقف هرم الاسره دي اللي هو الاب، رب الاسره دي. من بعد منه بتيجي الزوجه وبعدين بيجي الابناء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. الشيوخ بقى عايزين يلغوا الدرجه دي باي طريقه، بلاش منها الدرجه دي اللي هتزعل الستات مننا. الدرجه دي اللي لما بتتشال بتفسد منظومه الزواج اصلا. فالزوجه تحت منه مش ندي ليه يفتش تليفونها وقتما يشاء وفي اي وقت. خصوصيه اللي بين الازواج دي بتنام جنبك عريانه، ما تخليش حد يشتغلك وما تخليش حد يضللك. يا سلام، واخد بالك انت وهو بيدخل الايه في وسط الكلام حاجه بتدل على المصداقيه. طبعا ده بعيدا عن ان هو بيقرا الايه غلط اساسا، هو تقريبا مفكر ان الكسره مؤنث فمش بيعترف بيها مش بيقولها. بس ما علينا يا عم، كلنا بنغلط عادي. لكن هو ايه علاقه الايه دي اصلا بالتجسس؟ يعني هي ليها علاقه بالقوامه، انا معاك، هو طبعا مش بالمعنى اللي انت فاهمه بس هي ليها علاقه بالقوامه. ولو جبنا تفسير الامام ابن كثير هنلاقيه بيقول في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، اي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما على الاخر ما يجب عليه بالمعروف. ما اتكلمنا عربي يا عم جو، يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني بمنتهى البساطة ليهم زي ما عليهم. الإمام ابن مسعود كان بيقول إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، بالبلد يعني رايحة جاية، ولكن طبعا مش بمفهوم المساواة عشان بس دماغك ما تروحش لبعيد، لأن بعدها على طول ربنا قال وللرجال عليهن درجة، ودي بقى محتاجة فيديو لوحدها علشان نشرحها. فأنا هسيب لكم لينك التفسير بتاع الآية دي في الديسكريبشن، أتمنى تخشوا تقرأوه، وبرضه هسيب لكم فيديوهات الشيخ مصطفى العدوي اللي أنا ذكرتها في الفيديو ده. خلينا نكمل، بصراحة مش عايز الفيديو يطول بس الاستاذ يعني ما شاء الله بيتكلم كتير جدا. فالزوجه تحت منه مش ندي ليه يفتش تليفونها وقتما يشاء وفي اي وقت. خصوصيه اللي بين الازواج دي بتنام جنبك عريانه، ما تخليش حد يشتغلك وما تخليش حد يضللك. انا بس عندي سؤال والله يا جدعان محيرني، بس يعني لو الموضوع ده حصل معاك انت، يعني انت موافق عادي ان هي تتجسس عليك او تراقبك ولا ايه الدنيا معاك؟ يعني انا معاك يا عم ان هو ليه حق ان هو يفتش تليفونها وقتما يشاء اين يشاء متى يشاء، ماشي. هل هي برضو حقها كده ولا الحق ده يعني مخصص ليك انت؟ هي ما ينفعش ان هي تعمل كده، ولا انت عشان شايف ان هي زوجته وان هي مش ندي ليه واقل منه فهو عادي يتجسس، انما هي لا، هي ما عندهاش الصلاحيه دي، وتقوم بقى ايه لافف وجايبها لي من الدين؟ اصل والله الراجل ليه قوامه على الست وللرجال عليهن درجه، فانا اتجسس عادي انما هي لا ما ينفعش. وانا اتوقع انك هتقول لا ما ينفعش ان هي تتجسس عليا وما اعرفش ايه وكلام من ده، فما ينفعش انت برضه تتجسس عليه. شفت سهله ازاي؟ الزوجه انت ولي امرها، هي مش ندي ليك ولا هي شريكتك زي ما المدجنين والخرفان بيقولوا. الزواج قوامه وليس شراكه، الشريك
هو الشخص اللي انت بتتشارك معاه في المصاريف والمهام بنسبه 50% ل 50%، انت 50% وهو 50%. اما اللي بتعطيها شبكه ذهب ومهر وملزم بالانفاق عليها وملزم بمأكلها ومسكنها وملبسها، فدي زوجتك مش شريكتك. ما تخليش حد يخدعك، ما تخليش حد يضللك. انا بجد بحس ان انت بتتكلم عن بيزنس، يعني انت داخل صفقه، فاهم؟ شريك وفريك وما اعرفش، مع ان الزوجين بيتشاركوا في الحياه. الزوجه بتشارك زوجها في مسؤوليه البيت، في مسؤوليه الاولاد، بتشارك زوجها المسكن والمأكل. ما ينفعش ان هو ياخد قرار خاص بحياتهم هما الاثنين من غير ما يرجع لها. هو انت ازاي مقتصر مفهوم الشراكه في الفلوس؟ يعني هي الشراكه فلوس بس؟ ازاي يا معلم؟ ده انت لسه بعضمه لسانك قايل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فازاي هي مش شريكته؟ يعني بجد والله. ويقول لك اصل دي قوامه يا صاحبي. والله طب انت يا ابني شايف ان القوامه هي صرف وطاعه؟ يعني انت تصرف عليها وهي تطيعك؟ دي الحياه بالنسبه لك في الجواز؟ وبعد ما قايل كل الكلام ده قايل لك بس من غير ما تخليها ذليله عويله عندك، عشان بس في بهايم بياخدوا كلامنا ويفسروه غلط. ما عرفتكش انا كده. عارفين انتوا الخباثه بتاعت الاخ شراره اللي هو يقول لك ايه، انا ما قلت لهمش يقلعوا، بس هو قايل حاجات تخليهم يقلعوا. ده يقول لك انا ما بقولكش تخليها ذليله عويله عندك، بس انا بغذي افكارك على ان هي اقل منك وان انت اعلى منها وان هي تحت طوعك، وعادي انك تراقبها وتتجسس عليها لان دي من القوامه. وخلي بالك زوجتك ما هيش شريكتك، ما هيش شريكه حياتك دي ابدا. لا 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 نو، دي جاست زوجتك، يعني تصرف عليها، تاكلها، تشربها، تلبسها، وهي تقدر كرمك ده عليها وتقدم لك الولاء والطاعه. لكن هتتهبل في مخها مثلا بقى وتشوف نفسها شريكتك ولا تشوف نفسها ان هي بني ادم بقى معاك في البيت هنهزر؟ هتستهبلي؟ هي هبت منك ولا ايه؟ وبعد كل الكلام ده يقوم قايلك في الاخر ايه؟ لكن من غير ما تخليها ذويله ولا عويله. انا بقول لك ذويله ذليله ولا عويله؟ انا بقول لك لكن ما دام الامر وصل الى ذلك لا يعني يوسع في الكلام. بلغني انك تكلمين شخصا ارجو الا تكلميه ثانيه. قلت نفسك قلت لك بلغني انك تكلمين رجلا اجنبيا. من هو؟ لم اخبر، فرجاء ان تستقيمي اذا كان يريد المواصله. بلغني انك تكلمين رجلا اخر ارجو ان لا تكلميه ثانيه، وبيقولي لي انك رايحه كنتاكي عشان ما يقلقش عليك. البلغني قال ورجاء ان تستقيمي. تستقيم ايه؟ هي بتهزر مع البقال، دي بتخون. انتوا عارفين يا جماعه المشكله في ايه؟ ان الاخ ده ما قالش حلول اساسا. يعني هو جايب فيديوهات الشيوخ علشان بس يطلع ينظر عليهم، وطبعا هو بيحط بقى في وسط الكلام كده بالخباثه، يعني اللي هو انت يا معلم ما تقبلش كده، طلقها فورا. هو بص، هو عامل الحوار ده كله ان الشيخ ازاي بيدي للراجل حل غير الطلاق، مع ان الشيخ مصطفى قال ايه؟ اذا كان يريد المواصله. لان يا جدعان زي ما قلت لكم في الاول، هو بيدي فتوى للشخص اللي بيكلمه، مش بيدي فتوى عامه. فلو هو عايز يكمل يعمل كده، لان يا جدعان الشخص اللي مكلمه ده قال له ان قريبه او صاحبه ده لسه متجوز جديد، واحنا ما نعرفش ظروف الناس. ممكن يكون مديون مثلا، ممكن يكون مش عايز يخرب بيته وهو لسه متجوز جديد. ففي احتمالات كتير، لان احنا مش عايشين مع الراجل، محدش يعرف ظروف التاني عامله ازاي. وطبعا هو قفش في الطريقه اللي الشيخ اتكلم بيها، اللي هو بلغني انك تكلمين شخصا فارجو الا تكلميه. طبعا الشيخ مصطفى راجل محترم دايما بيتكلم باللغه العربيه الفصحى، بس ده مش معناه ان التاني بصمجي، يعني هياخد الكلام اللي الشيخ قاله بالظبط ويروح يقوله لها. هو بيديله بس طريقه صياغه الكلام، هيقول لها ايه، مش مهم هيقوله لها ازاي. وبعدها الشيخ مصطفى قال لو الكلام ما بينها وبين الشخص التاني ده كان في موعده بالفاحشه، في كلام قليل الادب، تعالى نتقابل ما اعرفش كده، انتوا فاهمين؟ فهو قال انصح ان يفارقها ويضغط علشان يسترد حقوقه، انما لو كان كلام عادي فممكن يديها فرصه. المهم يعني الخلاصه، علشان انا بصراحه ما عنديش قادر ان انا اتكلم يعني، ومش عايز الفيديو يطول اكتر من كده. الناس دول عندهم مفهوم الرجوله مشوه، وده غالبا بيكون بسبب تجارب سابقه حصل لهم فيها مشاكل فبقوا معقدين، فبيطلعوا عقدهم على الناس. ناس فاهمين معنى القوامه غلط، فاهمين الرجوله غلط. وعلى فكره ممكن يكون كلامهم فيه شيء من الصح، ولكنه مغلف بكتير جدا غلط. يعني الاخ ده بيقول ان هو مش معترف بتوبه واحده كان ليها ماضي، وانا ما بصدقش اي بنت تقول ان هي تابت اصلا، بلاش كلام فارغ. وكانه نصب نفسه مكان ربنا وهو اللي يقول مين تاب ومين ما تابش. فالناس اللي زي الاخ ده احنا مش بنتابعهم ولا بنتفرج عليهم، زيه زي شراره وزي بشار زي مكاوي، لان الناس دي بينشروا افكار سامه بيأثروا بيها على الناس وعلى الاطفال الصغيرين. وزي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع انت مين علشان تنصحني، انك لما تشوف الناس دي لا تعمل لهم كومنت ولا تنصحهم ولا تعمل لهم ديسلايك ولا اي حاجه. كل اللي عليك تعمله انك تعمل لهم بلوك علشان ما يظهروش عندك تاني. ومش اي حد تسمعه وتاخد كلامه ثقه، دور ورا كل الناس حتى انا، لاننا مش ملايكه وكلنا بنغلط، وممكن واحد يحرف في الدين علشان يخدم مصلحه شخصيه عنده. فنصيحه مني ما تثقش في اي حد ودور كويس ورا كل الناس. انا في الفيديو لحد هنا، هتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده اي تعليق او اي تعديل الكومنتات مفتوحه. وما تنساش بقى تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لو انت لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. ولو انت من الناس الجميله اللي بتوصل لاخر الفيديو، انزل قول لي في الكومنتات وصلت يا جو وانا هقول لك خلصانه. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. سلام.
لكن اكتشفت ان الفلاسفة الجدد كان عندهم نفس النظرة الدونية للمرأة اللي كانت عند ارسطو. يعني واحد من اهم مفكرين التنوير جان جاك روسو كان بيقول ان المرأة لازم تخضع للراجل، وان المرأة لم تخلق للعلم ولا للحكمة وانما لاشباع غرائز الرجال. وعندك مثلا ايمانويل كانت اللي كان شايف ان عقل المرأة لا يرقى الى عقل الرجل. وعندك نيتشه اللي كان شايف ان المرأة في افضل الاحوال حيوان زي القطط والكلاب والبقر، وان هي بتتآمر مع كل